بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية العليا ومجلس النواب والملاك والمستأجرين. أنا مش عايز أقول مستأجرين، عشان القانون بيخص ناس مضرورة اللي هي الملاك. الحكومة ومجلس النواب وحكم المحكمة في طرف والملاك في طرف. المستأجرين عايزين يفرضوا قيمة إيجارية على هواهم وهم قاعدين ببلاش. زي ما قلت بيمسكوا القط مفتاح القرار. الناس اللي مستفيدة من القانون هي اللي بتتكلم، الناس اللي بتكسب من القانون هي اللي بتتكلم، الناس اللي مأجرة من الباطن هي اللي بتتكلم. الناس المستأجرين المحترمين قاعدين وعايزين يحلوا المشكلة. في ناس راحوا يحلوا، بيقول له أنا عايز الشقة دي، عايز إيجار قد إيه. ناس بتحل، مش عايزة تعيش في مشاكل. إنما اللي خد القانون سبوبة ومأجر محل من الباطن قانون إيجار قديم، مأجر الشقة لناس الملك مش عارفهم هم مين ولا عارف يثبت هم مين. واحد بيقول لي واحد واخد مني شقة عاملها قاعة أفراح، كل شهر ولا كل أسبوع على أي فرح أقول له، بيقول لي يا بنت عمتي، بنت خالتي، ابن عمي، مش عارف أثبت حاجة. شقة عاملها قاعة أفراح. المهم، قانون اتكلم، المحكمة الدستورية العليا اتكلمت عن ثبات القيمة الإيجارية. قالت لكل العقود يعني القيمة الإيجارية الثابتة ده اعتداء على العدالة وإهدار لحق الملكية. اتكلمنا، الناس سألت العقد 59 سنة ده إيه مشكلته وإيه حله وهنعمل إيه؟ هيطبق عليه القانون؟ قلنا لهم لأ. قلنا لهم إيه؟ ده قانون جديد، القانون رقم 4. ما إحنا هنا قلنا بنقول قانون قديم وقانون جديد. يا جماعة عايزين نعمل قانون واحد. الملاك بيقول لكم اعملوا لنا قانون واحد، ما يصحش في الدولة أو في قانون. قلنا الكلام ده. إنما لا حياة لمن تنادي. معلش، الناس اللي معاها عقد 59 سنة سواء كان مالك أو مستأجر، طيب القانون ده هيخصنا؟ القانون ده في زيادة لينا احنا؟ أنا عليا زيادة، المالك يجي يقول لك أنا عامل عقد 59 سنة بس ثابت القيمة الإيجارية، هل يشمله هذا القانون تعديل المحكمة الدستورية وهيجي لنا زيادة عليه؟ احنا قلنا لأ. عضو مجلس النواب، هو اقتراحات وآراء لسه إلى الآن، إنما عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان اللي هو بيعد القانون بيقول لأ. هو الحكم ما اداش تاريخ، هو عنده حق في الحتة دي، بس إن ما اداش تاريخ. بس أنا بتكلم بقول العقد 59 سنة كان يعني مأجر بقيمة إيجارية، سعر السوق وكان غالي. برضو ال 59 سنة أنا مش عارف أقول إيه يعني، عشان مفيش حد يزعل مني كمالك أو مستأجر، بس أنا أقول الحق. في ناس مأجرة بسعر غالي، لما تزود عليه هتشوف هتزود ازاي. يمكن اذا كنت 1% ولا 5% ولا 3% تبقى حاجه يعني سهله، عشان في ناس مأجرين كده. اغلبيه عقود 59 سنه فيها نسبه زياده سنويه، اللي حاطط نسبه زياده سنويه مش هيتطبق عليه الزياده، طبقا لكلام عضو مجلس النواب رئيس لجنه الاسكان. انما عقود الايجار او اي عقد بقى اي مده، خلينا نتكلم عن 59 سنه. 59 سنه ثابت القيمه الايجاريه هيتم زيادته، يشمله حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية. يبقى مجلس النواب هينظروا. عبء تقيل وعبء جسيم على مجلس النواب، بس قادرين عليها. عندكم الدراسات وعندكم الإعداد وعندكم يعني القانونيين وعندكم المهندسين وعندكم المحافظين وعندكم الكيان وعندكم، بس نبعد عن المصالح الشخصية. قانون الإيجار القديم يطبق على العقود 59 سنة الثابتة القيمة الإيجارية، وعلى أي عقد إيجار ثابت القيمة الإيجارية. زي ما قال عضو مجلس النواب، لو معاك عقد 20 سنة والإيجار 1000 جنيه، مش هيقعد ال 20 سنة 1000 جنيه، لازم يتم الزيادة فيه طبقا لكلام، حتى لو قانون جديد، طبقا لكلام رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب. شكرا.